السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هعمل معاكم كيكة الكاكاو أو كيكة الشوكولاتة. زي ما انتم شايفين كده معايا كوباية سكر وكوباية حليب وكوباية كاكاو واتنين دقيق وبيضة وثلاث مكعبات من الزبدة وبيكنج باودر وفانيليا. أول حاجة بعملها إن أنا بضيف البيضة وعليها كوباية السكر وأحط عليها الفانيليا أو بالشكل ده. الكيكة دي أنا عاملها صينية كبيرة، يعني كيكة يعني الحجم بتاع كبير، حجم عائلي، مش هعملها صغيرة بالشكل ده. وبنفس الوقت بيضة واحدة بس. اهو بقلب المكونات معايا او بالشكل دوت. لو حابة تضيفي زيت بدل الزبدة المتوفر عندك اعمليه. اهو انا كده ضفت عندي الزبدة. ابدأ ان انا اجيب الدقيق والكاكاو انخله بالشكل دوت عشان يبقى الكيكة هشة معايا متتعجنش. كده عم بعمل كوبايتين الدقيق واعمل كوباية الكاكاو واحط عليها البيكنج باودر او بالشكل دوت. هنا هنخل كوباية الكاكاو اهو. الخطوة دي هتخلي معاكي الكيكة هشة ما تكونش معجنة. هنا بضيف المعلقتين ونص من بيكنج باودر برضه هنخلهم معاهم واقلبهم في بعض اهو بالشكل دوت. ان شاء الله لو جربتيها هتعجبك. ودي الصراحة احنا عندنا أطعم من الجاتو وبيحبوها جدا وبيطلبوها على طول. هنا بضيف اللبن أو على البيض والسكر وافضل ان انا اقلب واجيب عندي الدقيق وانزل عليه، يعني حاجة بسيطة، يعني مش كله مرة واحدة. ايديا شغالة بالمضرب وبنفس الوقت الايد التانية بتنزل معاها شوية شوية كده لحد ما تتلف معايا كلها، عشان لو نزلت كلها ممكن تتقل وتكلكع. اهو كده انا بقلب فيها وهي كده بقت العجينة معايا اهي متماسكة. ابدأ ان انا اجيب الصينية اللي انا اعمل بيها، ادهنها زبدة زي ما انتم شايفين كده. لو حابة ان انت تضيفي زيت براحتك، يعني دي حاجة متوفرة عندك حطيها اهي بالشكل ده. كده انا بضيف العجينة بتاعتي وكنت مولعة الفرن هنا على درجة حرارة 180 من تحت وقبلها ب5 دقايق علشان يبقى الفرن دافي وتبدأ ان هي تعمل معايا على طول. هنا بقى احضر معاكم صوص الشوكولاتة. معايا كاكاو وزبدة وقطع شوكولاتة خام. معايا شوكولاتة خرز للتزيين. اول حاجة بعملها ان انا بضيف الزبدة ان هنا على البوتاجاز بتسيح معايا بالشكل دوت. وبعد كده اضيف لها قطعة الشوكولاتة الخام واقلبها فيها لحد ما تسيح او بالشكل ده. يعني ايه بحركها كده ولحد ما تسيح معايا اهو. كده كانت ساحت معايا. بضيف لها ربع كوباية لبن عشان تخف، يعني ما تبقاش ماسكة. وهضيف لها الكاكاو او الشكل دوت وافضل اقلب فيها لحد لما تتماسك مع بعض اهو. واضيفها مع كاكاو. اهم حاجة نوع الكاكاو، لو نوع كاكاو من الكاكاو الخام الحلو هيديكي طعم احسن اهو. بضيف لها 4 معالق سكر عشان لما ضفت الكاكاو واللبن فكسر طعم الشوكولاتة. وكده كانت معايا خلاص الصوص جاهز اهو بالشكل دوت. وانا حاباه يكون خفيف، يعني مش تقيل قوي
لو عندك قهوة سريعة الذوبان ممكن انت تضيفي منها معلقة، بتعزز النكهة وبتدي طعم الشوكولاتة أحسن. هنا كانت كيكة معايا رفعت واستوت، بس لقس بس أشغل الفرن من فوق، وكده كانت معايا استوت خلاص. بسيبها 5 دقايق لحد ما تبرد. ومعايا هنا صوص الشوكولاتة وشوكولاتة للتزيين. بشوف الكيكة استوت ولا لأ من عصاية الشيش طاووق اهو، وابدأ ان انا انخزها بالشكل دوت عشان لما اجي اسقيها بالشوكولاتة تشرب الشوكولاتة اهو. كده بضيف لها الشوكولاتة، نوزعها عليها. هي جميلة جدا، لو جربتيها هتعجبك. وكده كانت جاهزة معايا. لو حابة انتي تقدميها بالشكل دوت مفيش اي مشكلة. ولو حابة ان انتي تزينيها بشوكولاتة خرز او اي قطع شوكولاتة، ده بيديها شكل اجمل وطعم احلى برضو. كده كان عندي الخرز، عملته وحطيت الشوكولاتة دي كانت عندي. وكده كانت اول قطعة. بالهنا والشفا. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.